برشح لكم النهاردة فيلم أنورا اللي لسه شايفه من شوية، ولكن الأول عايز أقول إني هقف لغاية هنا في مراجعات أفلام السنة، وإن شاء الله هعمل حلقة التوب 10 خلال الأسبوع ده. وبكل تأكيد باقي الأفلام اللي نزلت السنة دي هشوفها، لكن في يناير بإذن الله. قصة الفيلم ده بتحكي عن أني اللي هي بائعة هوا أو فتاة ليل بمعنى أدق، واللي بتتعرف على ولد روسي اسمه إيفان، وبتنشأ ما بينهم علاقة حميمة لغاية ما بيتجوزوا. لكن بتحصل مشكلة بسبب إن عيلة الولد بترفض إن ابنهم يتجوز بائعة هوا. الفيلم بيتكلم في النص الأول عن الناس اللي شغالين في الجنس والمجتمع الإباحي، وده اتقدم بشكل متميز، لكن يعيب عليه إنه بيقدم محتوى جنسي كثيف جدا، وبياخد من وقت الفيلم وبيخلينا ما نعرفش ماضي الشخصيات، والبناء الدرامي كان أسرع من اللازم. لكن الفيلم فضل متماسك لغاية نقطة معينة، وتحديدا بعد أول 45 دقيقة كأننا دخلنا فيلم تاني، مسار كوميدي بيتقدم وحرفيا هتهلك ضحك من مواقف هزلية، زي إن مثلا 4 أشخاص قاعدين بيزعقوا في وش بعض، وهتحس إنها خارجة عن السكريبت، وإخراجها جامد جدا وعبثية في أكتر من تفاصيلها. ميكي ماديسون لازم اقول انها قدمت اداء جيد جدا، وتحديدا في الفصل الاخير المونتاج، الاخراج، الالوان، التلاعب بالكادرات كلها كانت جميلة جدا. عايز اقول ان حقيقة انا قدرت الفيلم وشايف انه مختلف ومن افضل الافلام السنة دي، لكن زي ما قلت مشكلته هو انه استسهل في المحتوى الاباحي في النص الاول، وده جه على البناء الدرامي. لكن تقييمي للفيلم هو 8 من 10.